بسم الله. نبداو بذكر الله وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا اليوم الفيديو تاع اليوم جبت لكم هذا الخبزات. شوفوا درت لكم خبزه نتاع شوفي كي تملي وتكرهي وما تبغيش تخدمي بزاف، ديري قرصه واحده، يعني فرد ضربه ديري فرد قرصه، وكي تبغي تقلشي وتبغي تمخمخي وتبغي ديري حوايج ديري هاد الخبزات الصغار، فهمتوني؟ يعني كي تقلقي وتملي ديري قرصه نتاع فرد بلاطو. يا اخي على بالكم حنا كل كي يكونوا الاولاد يقراو نمرقوا نشتيو نديروا حاجه تاع ليه. اول حاجه لهنا جبت لا ريسيبيو تاعي، بسم الله على بركه الله. لهنا جبت لا ريسيبيو تاعي، درت فيها 3 كيسان تاع الماء يكونوا دافيين، ودرت فيهم كل كاس درت فيه ملعقه تاع حليب تاع غدره، فهمتوني؟ يعني كل كاس نديرو له ملعقه تاع حليب تاع غدره. ودرنا درت الخميره تاع الخبز مغرفه وشويه يا بنات، فهمتوني؟ مغرفه وشويه تاع الخميره تاع الخبز. وجبت لهنا الفارينه، لحت المكونات تاعي خلطتهم ونخلطهم مليح، ونجيب نغطي المكونات تاعي نخليو الخميره نتاعنا تتخمر. بعد ما تتخمرنا الخميره نتاعنا وتطلع نوليو عندها. شوفوا لهنا كيف حركتها لهنا بالفويش، شفتوا كيف طلعت يا البنات كيف تخمرت. نجيب لهنا الزيت، راح ندير 6 ملاعق تاع زيت تاع الاكل، نديرو 6 ملاعق تاع زيت تاع الاكل، ونوليو نضيفوا المكونات نتاعنا المتبقيه. عباره على ياغورت طبيعي، اللي ما عندهاش دير الحليب، اللي ما عندهاش دير الرايب، واش كاين عندك في الدار ديري. المهم يخرجوا واحد الخبزات ولا اربعه يجيو هايلين هايلين هايلين. جبت لهنا الفارينه نتاعي، بديت نلوح في الفارينه نتاعي. لهنا ضفت الملح وضفت الخميره نتاع الخبز لهنايا تاع الحلويات عفوا، ونقعد نخلط في المكونات نتاعي نلوحو في الفارينه نتاعنا حتى يتماسك العجين تاعنا. لهنا شوفوا العجينه ويتلاصق. واش راح نقول لكم، اني نحي فيه من يديا بالسيف، لا نحي من يديا كيما تعرفوا الخميره تلصق في اليد، بصح كي تتلم خلاص يتنحى هذاك المشكل تاع الفارينه تلصق لك في يديك. غطيت عليها وخليها خمرت. شوفوا كيف خمرت لي، كيف طلعت جات تهبل. وليت عندها حوالي نص ساعه يا البنات. انا لهنا حطيتها ورحت خدمت الحشو نتاعي لهنايا. بعد ما نخدمو هكا نحطو ونروح نخدم الحشو تاعي، نخليو الخبزات تاعنا يطلعوا. لهنا قسمتهم، لهنا اصفى ويخدم معايا. اصف كي يكونوا وليداتك معاكم غير ما ديروهم يخدموا معاكم، هذيك الشحنه الزائده ينحيوها يطيشوها يا البنات في الخدمه هذه. وليت لهنايا عند المقله نتاعي حطيت شويه لامارغارين، حطيت شويه زيت باش ما تحرقناش لامارغارين تاعنا. جبت لهنا حبه بصله متوسطه حطيتها، نخليها تتقلى لي مليح لهنايا. ومن بعد نجيب الصدر، نصف الصدر تاع الدجاج تاعي حطيته لهنايا. ولحت الجزر، لهنا الجزر تاعي ربيته في لاراب الرقيقه لهنا باش يطيب لنا ليه ويوجد ليه ماشي كيما جريوات خفيفه في الطياب ثمثم الطيب. درت جريوات، درت الملح نتاعي. شوفوا يا البنات، اللي عنده عائله كبيره يزيد معاه الخضره، اللي عنده عائله قليله يستغنى عن الخضره، يبغي يديرها غير باللحم، يبغي يديرها غير بالفرماج، هذا يرجع كل واحد فيكم كيما يحب. احنا في عائله ما شاء الله لازم نعاون بالخضره باش ندير كميه لاباس بها. ودرت لهنا لي زيبيس تاعي، درت فلفل احمر، درت كركم، درت كزبر، درت فلفل الكحل. هذو هما لي زيبيس المعتاده اللي نديروها. لهنا الثوم تاعي اللي جمتها وقصيتها مربعات وحطيتها في الثلاجه. كل مره يا البنات كي ندير حاجه نجبد مربعه كي الحسنه نحطها في الحشو تاعي ولا في المرقات تاعي ولا في اي حاجه نديرها. نقعد لهنا نخلط الحشو تاعي بالطريقه هذه حتى يطيب لي مليح. شوفوا كيف بدا يطلق في الماء. من بعد يا البنات لهنايا شوفوا بديت نحل في اللحم نتاعي، لازم يتحل اللحم يتفتت كيما على بالكم اللحم تاع الدجاج هكا يلصق في بعضه سكالوب. لهنايا قاعده نحل فيهم. بعد جبت الفرشيطه حليته، جبت لهنا المعدن وسجات واحد الحشوه يا البنات واش راح نقول لكم، هايله هايله هايله. زدت لها لهنا كميه تاع الفرماج نتوما اللي عندكم ديروه. لهنا جبت الخبزات تاعي بديت نحل فيهم. جبت القنوط تاعي لهنا نحل القرصه تاعي الاولى. لهنايا كانت عندي زبده، شويه من الزبده تاع توريقيه البنات، زدت معها المارغرين وندهنهم هكا من الوجه ونحط. نزيد ندهن هذه من وجهها ونحطها ثاني فوق الاخرى، يعني باش تجيك مورقه. الخبزات تاعكم يجيو مورقين ويجيو يهبلوا يا البنات، تصدقوني يجيو ولا اروع. ان شاء الله تجربوا هذا الوصفه وتنال اعجابكم. شوف ومن بعد نجيب نعدل لهنايا الخبزات تاوي على بعضهم نحلهم
نحلهم ونجيب البلاطو تاعي اللي كنت دهنته بالزبده هذيك تاع التوريق مع لا مارغرين. اللي ما عندهاش زبده التوريق دير غير بلا مارغرين، ما نديرو في وسطهم والو يا البنات، من بعد يتورقوا وحدهم. جبت لهنا البلاطو تاعي، لهنا راح ندير هذيك القرصه الكبيره اللي قلت لكم كي تملوا وتكرهوا. جبت حطيت فيها الحشو تاعي بالطريقه هذه كيما على بالكم. الحشو درت فيه الفرماج، درت فيه كل شيء. يعني لهنا اللي بغات تزيد اضافه تاع الهريسه تزيدها، تمد لكم واحد الذوق ثاني ولا اروع. زدت وليت باش نحط ثاني القرصه تاعي الثانيه فوق الحشو تاعي، نخدم بنفس الطريقه. بعد نفتح القرصات تاعي ندهنهم ثاني بلا مارغرين معها زبدة التوريق، نحطهم على بعضهم كيما العدد ونحلهم بالطريقة هذه. شوفوا نزيد نحل مليح، نحط فوق القرصة الأخرى. كي نحلها ودير رقيقة لازم ترققوها يا البنات، على بالكم فيه الخميرة يتطلع. شوف لهنا نحط على القرصة تاعي الثانية هكا بالطريقة هذه، ونحكم نجيب الموس تاعي نقص بالطريقة هذه، نقصهم هكا. بغيتو نتوما ديروا اطراف قل من هاك ديروهم، من المستحسن ديروهم هكا وخلاص. شوفوا دهنت الوجه بصفار تاع البيضه، ودرت لهنايا شويه تاع الججلانيه واللهنا هذوك اللي كي تبغيو ديروهم كل واحد والحبه تاعو ثاني. نجيب لهنايا العجنه تاعي نحلها نخدمها بنفس الطريقه يا بعد يا البنات. يعني تخدموا قرصه تدهنوها، تزيدوا تحطوا عليها الثانيه تدهنوها، والثالثه ما تحطوش فوقها. ولهنا تحطوا الحشو لداخل. لهنايا الشكل اللي حبيتوه نتوما ديروه. انا خدمتهم بالطريقه هذه، سهلت على روحي خاصه مع الاشياء مع الفروض تاع الوليدات كيما على بالكم يحفظوا علينا نحفظوا معاهم نقراو معاهم واش راح نقول لكم. المهم زربت حطيت هذو هكا، دهنت ثاني من الوجه، درت كميه لاباس بها صدقوني، درت لي كميه كبيره. يعني احنا اصلا في عائله ما شاء الله ربي يبارك وربي يحفظ وليداتي ان شاء الله يا رب العالمين. ولا هنا بعد ما طابت لي وجبتها، شوفوا يا البنات كيفاش جات مرقه وجات تهبل وجات محشيه تسخف وجات واحد البنه ما عندي ما نقول لكم فيها. يعني هذو يعني نديروهم في وقت كيكون فروض والولاد يقراو، يعني ما يشدوش الوقت بزاف وثمثم تليكي دي تنحي على روحك، ديري الاشياء تاعك تي وليداتك وتقعدي تقري وليداتك في عقلك يعني. ونطلب ما تنساوش تهبطوا لتحت، ديروا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تاع ام حاتم. ونقول لكم تهلاو في وليداتكم ان شاء الله، ربي يوفقهم ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يحفظهم. وربي يحفظ كل ام عندها وليداتها يقراو. المهم في الاخر تاع الفيديو نقول لكم تهلاو في رواحكم وسلام، تبقاو على خير.